عمرك فكرت ازاي كل حاجة بتعملها على الانترنت ممكن تكون مكشوفة لناس تانية؟ النهاردة كلنا على الانترنت طول الوقت، وده معناه ان بياناتنا بقت مستهدفة اكتر من اي وقت فات. فكرة ان خصوصياتك وبياناتك الشخصية تكون في خطر او في ايد ناس تانية ممكن يستخدموها ضدك هو كابوس الناس بتعيشه كل يوم في الوقت الحالي. فلازم تكون عارف ازاي تحمي نفسك من الخطر ده، لان بضغطة زر واحدة ممكن تخلي رسايلك وصورك وبياناتك ومعلوماتك الشخصية مكشوفة لحد تاني والله أعلم ممكن يعمل بيها إيه. زمان الموضوع كان بسيط، كان الهاكرز لسه مبتدئين وبيعملوا شغل على خفيف. تلاقي بوست بيقولك الحق اتفرج على فيلم الليمبي جودة عالية بدون تقطيع، والفيلم اصلا لسه ما نزلش في السينما، فكنت ساعتها بتبقى متاكد انك لو دوست على اللينك ده هيوديك ورا الشمس. لكن دلوقتي الموضوع بقى معقد اكتر بكتير جدا من قبل كده. في الحلقه دي هنتكلم على ازاي تحمي بياناتك الشخصيه وتتجنب انك تقع في فخاخ الهاكرز، وهوريك بعض الامثله والحيل اللي ممكن يستخدموها وازاي بخطوات بسيطه جدا تقدر تحمي نفسك على الانترنت. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جد، ويلا بينا. السلام عليكم. ساعات كده بتبقى قاعد في حالك ولا بيك ولا عليك، وتلاقي هوب رسالة اتبعتت لك على ايميلك الشخصي وتحسها غريبة شوية. عروض من شركات معروفة، رسائل من حسابات موثوقة، وحتى ايميلات في حاجات تخص شغلك انت. فخد بالك ان بعض الايميلات دي ما بتكونش حقيقية، ودي اول نقطة هنتكلم فيها واللي ناس كتير بيقعوا فيها، وهي الفيشنج ايميلز او التصيد الالكتروني. وده بيحصل لما الهاكرز بيحاولوا يخلوك تفتح ايميلات فيها فيروسز على صوره اتاتشمنتس، او يكون فيها لينك لما تدوس عليه يوديك على الموقع بتاع الهاكر، وهناك يعمل معاك الجلاشه. فممكن يسرق معلوماتك الشخصيه اول ما تدوس على اللينك، او ينزل لك فيروس على الجهاز اللي انت شغال عليه. والايميل ده بيكون زي الطعم بالظبط، وغالبا بيصمموا الايميلات دي علشان تبان انها جايه لك من اشخاص موثوقه او من منظمات وشركات معروفه، زي مثلا ايميلات اكنها جايه من ابل او من امازون او حتى مع البنك اللي انت بتتعامل معاه. طيب تمام، كتر خيرك، قلقتنا بقى. وازاي بقى نعرف ان كانت الايميلات اللي جايه لنا دي حقيقيه ولا لا؟ بص، هو الموضوع بسيط، 3 حاجات او 4. اول حاجه، الايميل هتحسه فيه استعجال او بيلعب على عامل الخوف او السرعه. يعني مثلا هتلاقي ايميل بيقول لك احنا خدنا بالنا ان حساب البنك بتاعك اتسرق، او الاكونت بتاعك تم اختراقه، والحق تدوس على اللينك ده علشان تعمل ريست الباسورد وتسترجع الاكونت بتاعك. اهو اي حاجه تخوفك وتخليك مستعجل بحيث انك تدوس على اللينك او تفتح الاتاتشمنت بدون ما تفكر. واحيانا بتكون جوائز وهميه، الحق انت كسبت معانا ايفون، او اسمك دخل السحب وكسبت مليون جنيه، والحق دوس على اللينك ده في خلال من الفتره دي للفتره دي علشان تاخد الجائزه بتاعتك. زي بالظبط الناس اللي بيجي لها مسج يقول لها الحق انزل البلد بسرعه يا حماده علشان ابوك لقى اثار ومحتاج حد امين يصرفهم. تاني حاجه لازم تاخد بالك منها، الاخطاء الاملائيه، ودي طبعا حاجه ممكن تحصل او ممكن ما تحصلش، بس لو حصلت هتبقى متأكد 100% ان المسج دي جايه لك من حد غير موثوق. وده ببساطه لان الشركات الكبيره زي مايكروسوفت وامازون وغيرهم بيبقى عندهم ادارات مخصوصه للتخاطب مع العملاء الخارجيين، فما فيش اي رساله او ايميل هيعدي من عندهم غير لما يكون في على الاقل 3 شافوا الايميل وراجعوه كويس جدا واتاكدوا ان ما فيهوش اي غلطات املائيه وبيوصل المسج مظبوط زي ما الشركه عايزاها بالظبط. وعلشان كده لو لقيت اي خطا املائي اتاكد ان ده ايميل فيك. ثالث حاجه واهم حاجه، انك تتاكد ان اللينك اللي هتدوس عليه ده هيوديك على الويب سايت الاوفيشال بتاع الشركه، وده تتاكد منه انك تجيب الماوس وتعمل هوفر على اللينك اللي عايزك تدوس عليه، هيظهر لك سطر فيه اللينك الحقيقي اللي هيوديك عليه مباشره. تتاكد ان اللينك ده هيوديك على ويب سايت الاوفيشال بتاع الشركه اللي جاي لك منها الايميل. رابع حاجه واهم حاجه هو عنوان البريد الالكتروني اللي جاي لك منه الايميل. اهم حاجه تتاكد من الدومين نيم، واللي مش عارف ايه هو الدومين نيم، هو الحاجه اللي بتتكتب بعد الرمز يعني مثلا @google.com @apple.com او google.com، هو ده الدومين نيم. وتاكد ان الدومين نيم ده هو الاوفيشال بتاع الشركه، ده مهم جدا. على سبيل المثال السبورت ايميل بتاع ابل هتلاقيه اسمه support@apple.com. ممكن تلاقي بقى هاكرز بيستنصح يبعت لك مثلا ايميل من support@apple-support.com ممكن، او مثلا ايميل سبورت بتاع جوجل اللي هو noreply@google.com، ممكن تلاقيه باعت لك noreply@google بس جوجل او مغيرهم ل00 او حاطط 0 في النص. المهم ان انت تتاكد ان الايميل اللي جاي لك من الدومين الاوفيشال بتاع الشركه اللي انت بتستقبل منها، علشان دي الحاجه الوحيده اللي الهاكر ما يقدرش ان هو يزيفها او يزورها. وقاعده عامه،
اوعى تدوس على اي لينك غير لما تتاكد انه من حساب موثوق وامن. ولو جالك ايميل وتاكدت ان هو فيشنج تقدر تعمل له ريبورت لشركه مايكروسوفت او جوجل او وات ايفر الايميل كلاينت بتاعك بسهوله جدا. بتلاقي اوبشن اسمه ريبورت وبعدين تختار منه فيشنج ايميل، وبالطريقه دي هتقدر انك انت تقلل فرص ان يجيلك ايميلات زي كده في المستقبل. تاني اهم حاجه علشان تحمي نفسك وتحافظ على بياناتك الشخصيه هو انك تتجنب استخدام الفلاش ميموري الغير موثوقه، وده لان ببساطه الفلاش ميموري هي اسرع طريقه تحمل فيروس على الجهاز، فممكن تلاقي نفسك قدام مشاكل كبيره وتكاليف كتيره كان ممكن تتجنبها. زي مثلا فيروس اسمه كونفيجر، والفيروس ده كان واحد من اشهر الفيروسات اللي اتعملت زمان وانتشر بشكل رهيب على الفلاشات واجهزه الكمبيوتر. والفيروس ده كان بيدخل على جهازك عن طريق الفلاش ميموري من غير ما تحس، ويقدر يتحكم في الجهاز بتاعك ويقفل لك بيرميشنز كتير جدا، ويقدر يتحكم في الجهاز بشكل كامل من غير ما حد يقدر يقول له انت رايح فين ولا جاي منين. واللي كان مخلي الناس خايفه منه انه بيعمل ابديت لنفسه، يعني كان بيتطور علشان مش اي انتي فيروس يقدر يشيله. وطبعا فيروس رانسوم وير الغني عن التعريف اللي كان بيشفر لك الداتا بتاعتك كلها وفي الاخر يطلب منك فديه علشان يفتح لك الملفات المتشفره. طيب انا بقى دلوقتي ازاي اعرف ان كان الفلاش ميموري اللي معايا دي فيها فيروس ولا امنه قبل ما افتحها؟ اول حاجه اوعى توصل فلاش ميموري على الجهاز بتاعك وتقوم مباشره دايس دبل كليك على الدرايف بتاع الفلاش ميموري، لان ده بيشغل الاوتو ران فايل اللي موجود جوه الفلاش ميموري وممكن يكون فيروس ينزل لك مباشره على الجهاز. ولكن اول حاجه هتعملها اول ما توصل الفلاش ميموري انك تدوس رايت كليك على الدرايف بتاعها وتقول له سكان فور فيروس، وده طبعا باستخدام الانتي فيروس اللي موجود على جهازك زي مثلا الويندوز ديفندر اللي موجود بيلت ان جوه نسخه الويندوز او اي برنامج انتي فيروس تاني. واهم حاجه يكون الانتي فيروس اللي انت بتستخدمه يكون نازل عليه اخر تحديث، واهم من كده تكون بتستخدم النسخه الاوفيشال اللي انت شاريها من الشركه نفسها، لان ساعات بيكون الانتي فيروس المضروب اللي انت منزله من موقع فتكات هو نفسه الفيروس اللي انت بتعاني منه. بعد ما عملت سكان للفلاش ميموري بتاعتك واتاكدت ان ما فيهاش فيروس، برضه ما تفتحهاش دبل كليك من ماي كمبيوتر، لكن اعمل الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي عشان تخليك في الامان. هتدوس ستارت وبعدين تكتب ران، بعدين تدوس انتر، وبعد كده هتكتب الليتر بتاع الفلاش ميموري اللي انت شايفه على الماي كمبيوتر، وبعد الليتر هتكتب نقطتين فوق بعض، وفي الاخر هتدوس انتر. وبكده انت ما فتحتش الفلاش ميموري باستخدام الفايل الاوتو ران، فانت كده في الامان. وقاعده عامه اوعى تثق في اي فلاشه مش بتاعتك حتى لو جات لك من حد انت تعرفه، وعود نفسك تاخد نسخ احتياطيه بشكل مستمر لكل الملفات المهمه اللي على جهازك، وطبعا تحفظها في مكان تاني مختلف تماما عن جهازك عشان لو لا قدر الله حصل حاجه هنا يبقى انت في الامان. طيب احنا كده خلاص الحمد لله عرفنا نأمن نفسنا ازاي من الفيشنج ايميلز والفلاش ميموري. احنا كده في الامان صح؟ امان ايه؟ انت مش بتقعد على كافيهات؟ مش بتوصل على الواي فاي؟ طيب كمل معايا لحد اخر حلقه. طبعا كلنا بنحب نقعد على كافيهات او في مول او حتى في المطار وبنوصل على الواي فاي الانترنت المجاني، بس يا ترى هل الموضوع ده امن ولا لا؟ الحقيقه ان الشبكات العامه فيها مخاطره كبيره جدا ان احنا ندخل عليها، وخصوصا لو ما فيهاش باسورد. تخيل معايا لو انت قاعد في كافيه وفاتح اللابتوب بتاعك وعايز تكونكت على الواي فاي بتاع المكان اللي انت قاعد فيه، بس اللي انت ممكن ما تعرفوش ان يكون في واحد تاني قاعد معاك في نفس الكافيه وعامل شبكه وهميه بنفس اسم الواي فاي بتاع الكافيه اللي انت قاعد فيه، واول ما تعمل كونكت على الشبكه الوهميه دي بتخليه يقدر يشوف كل حاجه انت بتعملها على الانترنت. بجد؟ ايوه، كل المواقع اللي انت بتفتحها، كل البرامج اللي بتستخدمها، كل الباسوردز اللي انت بتحطها، واي حاجه تانية انت ممكن تتخيلها. طب ايه اللي ممكن اعمله واخد بالي من ايه؟ اول حاجه لو لقيت الواي فاي مفتوح وما عليهوش باسورد، دي ممكن تبقى علامه ان واحد قاعد ورامي السناره ومستنيه تغمز. تاني حاجه لو بفتح اي ويب سايت او موقع اتاكد ان الويب سايت اللي انا بفتحه ده بيستخدم بروتوكول تشفير اسمه HTTPS، وده بيكون معناه ان اي بيانات ما بينك وما بين الموقع ده بيكون متشفره مش اي حد يقدر يقراها. واخر حاجه واهم حاجه لو متاح بالنسبه لك انك تستخدم VPN، والVPN طبعا ليه استخدامات كتير، بس اهم استخدام ليه بالنسبه لنا حاليا هو ان بيخلي اتصالك بالانترنت متشفر حتى لو انت بتستخدم بابليك واي فاي. وطبعا هيكون مفيد جدا لو انت بتتعامل في معلومات حساسه زي حسابات بنكيه او معاملات ماليه، فطبعا الVPN هيزود مستوى الامان عندك. ومن اشهر برامج الVPN المعروفه نورد VPN او اكسبريس VPN، وفي غيرهم كتير، وطبعا في منهم البرامج المجانيه والبرامج المدفوعه. وبمناسبه كلامنا على الواي فاي ومخاطر الشبكات اللاسلكيه، فلو انت عندك راوتر في البيت فلازم تاخد بالك من 3 حاجات. اول حاجه هي باسورد الواي فاي نفسه، ولازم تكون باسورد قويه وصعب اختراقها، وتكون بتتكون من حروف كابيتال، حروف سمول، سبيشال كاركترز، ارقام،
ويكون طول الباسورد نفسها ما يقلش عن 8 حروف. تاني حاجة محتاج تتأكد انك مغير الديفولت باسورد بتاعة الراوتر نفسه، لان الباسورد دي كل الناس عارفاها وفي الاغلب بتكون موجودة على الويب سايت بتاع الشركة ومعروفة لكل الناس، ودي بتغيرها عن طريق انك تدخل على صفحة الراوتر نفسه وتدخل على السكشن بتاع سكيورتي وتأكد انك غيرت الديفولت باسورد بتاعة الراوتر. تالت حاجة واهم حاجة انك تتاكد ان الراوتر بتاعك نازل عليه اخر تحديث سوفت وير من الشركه المصنعه، وده بسبب ان الابديتس اللي بتنزل بتقفل ثغرات ممكن يستخدمها الهاكرز في ان هم يخترقوا الشبكه بتاعتك. وفي نهايه الحلقه حابب اقول لكم على شويه نصايح مهمه علشان تفضلوا دايما بامان وانتوا بتستخدموا الانترنت. نصايح زي انك ما تسيبش الباسورد بتاعتك ما تغيرهاش لفترات طويله، وعلى الاقل تغيرها كل 3 شهور، وده علشان ما تخليش حد يقدر انه يخمن الباسورد بتاعتك. بالنسبه للتطبيقات والبرامج وانظمه التشغيل، اتاكد انك انت شاري النسخه الاصليه، ودايما ابعد عن كل البرامج المضروبه والبرامج اللي معمول لها كراكنج، لان في اغلب الاحيان البرامج دي بيكون هي سبب الفيروسز اللي بتنزلك على الجهاز. وكمان بشكل مستمر اعمل تحديثات للنظام بتاعك والبرامج علشان تقدر تسد الثغرات اللي ممكن يستخدمها الهاكرز علشان يخترقوا الجهاز بتاعك. وزي ما قلنا قبل كده، ابعد عن كل المواقع والملفات المشبوهه واي حاجه انت مش عارف مصدرها، لان ممكن يكون سبب رئيسي لدخول الفيروس على جهازك. وخليك دايما محافظ على الروتين انك تعمل باك اب او نسخ احتياطيه للملفات المهمه بتاعتك من وقت للتاني. وطبعا ما تحطش النسخ بتاعتك كلها في مكان واحد، لكن اعمل نسخه على الكلاود زي وان درايف او جوجل درايف، واعمل برضو نسخه احتياطيه على الهارد ديسك او فلاش ميموريز او سي ديز. وبرضه يفضل انك تتاكد ان حساباتك على السوشيال ميديا كلها مقفوله بس على الناس اللي انت تعرفهم، وما تشاركش اي معلومات شخصيه زياده عن اللزوم. وفي الاخر يا ريت لو تشاركوني في التعليقات لو حصل لكم اي موقف قبل كده وحسيتوا ان بياناتكم الشخصيه كانت في خطر على الانترنت. شاركوني تجاربكم في التعليقات وقولوا لي حليتوا المشكله ازاي علشان كلنا نستفاد. وبس كده، ده كان كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمها بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.